وهيبتدي يتعجن كويس جدا. خلاص، طبعا نص كوباية مية كده هو احتياطي على جنب، علشان مش كل دقيق بيشرب المية زي التاني. خلاص، وبنحط كده المية شوية شوية لغاية اما العجينة تبقى ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده لينة كده اهوت. وممكن تلزق على خفيف او ممكن ما تلزقش، مفيش اي مشكلة، بس بتبقى العجينة كده طرية كده وملمومة كده وشكلها تحفة، وملمسها كمان جميل جدا. طبعا بدهن البولة بتاعتي زيت، وبحط العجين في قلبيها وبغطيه لمدة كده نص ساعة. معايا بقى هنا الحشوات، انا هحشيه بجبنة موتزاريلا، وهحشيه بسوسيس متقطع صغير، وهحشيه واعمله بالخضار، يعني يبقى من فوق الوش هيبقى خضار، هيبقى طماطم وفلفل وزيتون اخضر. وكمان معايا بيضتين، على كل الكمية دي كلها بيضتين كده مضروبين مع الملح والفلفل.